يوم مش هيتنسى في مصر. حريق ضخم فجأة ضرب سنترال رمسيس، واحد من أهم مراكز الاتصالات في مصر. النار بدأت من الدور السابع وفضلت تعلى وتنتشر بسرعة. دخان، هلع، والناس بدأت تشوف سحب سودة طالعة من وسط البلد. الاتصالات قطعت، الإنترنت وقع، والكل سأل: إيه اللي بيحصل؟ في اللحظة دي كان في ناس في وسط النار، كانوا أبطال واقفين وسط النار ونفسهم بيجري من المجهود، بس فضلوا واقفين. رجالة الإطفاء، أبطال اللحظة دي، نزلوا ب 12 عربية إطفاء، 2 سلم هيدروليك، أجهزة تنفس، وواجهوا نيران استمرت أكتر من 13 ساعة، وعملية تبريد اقتربت من 24 ساعة. جريوا جوه المبنى وهم عارفين إن في خطر حقيقي. رجالة ما رجعتش خطوة لورا، دخلوا يطفوا وينقذوا كمان زملائهم اللي كانوا جوه السنترال. 4 فقدوا أرواحهم للأسف من مهندسين السنترال، لكن لولا رجال الإطفاء كان ممكن نسمع عن كارثة أكبر بكتير. الناس ما شافوش وجوههم، بس شافوا شغلهم. اللي يواجه النار من غير خوف هو اللي يستاهل يتحكي عنه. تحية لكل واحد لبس البدلة ونزل يواجه الموت علشان يحمي أرواح ويدافع عن بني الدولة من غير ما يطلب شكر ولا مكافأة من حد.